السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اولى اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده موعدنا مع الدرس الثاني في الوحدة الثانية جبر. شرحنا الحمد لله الدرس الاول، اللي ما سمحوش يا باشمهندس يروح يسمعه. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك يا باشمهندس. يلا بينا نبدا وصلي على النبي في التعليقات. يلا بينا نبدا، صلى الله عليه وسلم. عندنا النهارده يا باشمهندس جمع وطرح المقادير الجبرية. قال لك عندنا طريقتين لجمع وطرح المقادير الجبرية. فاكر الدرس اللي فات خدنا المقدار الجبري اللي بيتكون من كذا حد وحد زائد ثابت. طيب قال لك عندنا طريقتين لجمع الحدود الجبريه. عندنا طريقه افقيه وطريقه راسيه. طيب انا مش فاهم حاجه. مثال اهو يا باشمهندس، انا بقول لك عاوز 5 اكس ناقص 7 واي زائد 3 جمع 2 واي ناقص 1 ناقص اكس بالطريقتين. يبقى بالطريقه الافقيه هعمل ايه؟ بالافقيه هحطهم في ريح بعض، يبقى 5 اكس ناقص 7 واي زائد 3 زائد هاجي حاطط ده يا باشمهندس جوه قوس. طيب هحطه جوه قوس يبقى 2 واي ناقص 1 ناقص اكس. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ هجمع الاكسات الحدود المتشابهه مع بعض، اللي هي اكس مع اكس وواي مع واي والحد الثابت مع الحد الثابت. طيب 5 اكس ناقص اكس 5 اكس زائد ناقص اكس يبقى 5 ناقص 1 كام؟ شاطر، يبقى 4 اكس. طيب سالب 7 واي يا باشمهندس زائد 2 واي سالب 7 زائد 2. اللي مش فاهم الاعداد الصحيحه مش هيفهم اي حاجه في الوحده دي. طيب روح راجع الاعداد الصحيحه يا باشمهندس. طيب سالب 7 زائد 2 سالب 5 واي. طيب زائد 3 سالب 1 هتدينا زائد 2 يا باشمهندس. يبقى ده الجمع بالطريقه شاطر الافقيه. الطريقه الافقيه بحطهم في ريح بعض واجمع الحدود المتشابهه مع بعض، الاكس مع الاكس والواي مع الواي والحد الثابت مع الحد الثابت يا باشمهندس. طيب تعال نجمعه بالطريقه الراسيه. يعني ايه راسيه؟ افقي يعني خط افقي في ريح بعض. طب راسي تحت بعض. طيب حط لي يا باشمهندس 5 اكس ناقص 7 واي زائد 3 زائد عدل بقى. يعني ايه عدل؟ هات الاكس تحت الاكس والواي تحت الواي والرقم تحت الرقم. طيب هات اكس بالسالب هتبقى سالب اكس. طيب الواي زائد 2 واي. طيب السالب سالب 1. شد شرطه يا باشمهندس واجمع 5 ناقص 1 شاطر 4 اكس. بعد كده سالب 7 زائد 2 شاطر سالب 5 واي. طيب 3 ناقص 1 زائد 2 يبقى 4 اكس ناقص 5 واي زائد 2. بالطريقه الافقيه والطريقه الراسيه نفس الناتج. الايهما اسهل يا باشمهندس حل بيه. يبقى خدنا الطريقه الافقيه وخدنا الطريقه الراسيه في جمع المقادير الجبريه. طيب تعال ناخد مثال يا باشمهندس. بيقول لك في احد المعارض العقاريه تعرض احدى الشركات 3 نماذج سكنيه A و B و C، وكان مقدار المبيعات في اليوم الاول مقدار المبيعات 3B زائد 2A زائد C. ممتاز. واليوم الثاني 3C زائد 5B زائد A. اوجد اجمالي المبيعات في اليومين معا. يعني ايه اجمالي؟ جمع. اجمع المقدار ده زائد المقدار ده هيديك الناتج. طيب نزل لي يلا يا باشمهندس المقدار الاولاني اللي هو 3B زائد 2A زائد C زائد بعد كده ده. رتب لي بقى، حط البي تحت البي يبقى 5B والA تحت الA يبقى زائد A والC تحت الC هنا تبقى 3C. يا باشمهندس المقدار الثاني ده انا الاول حطيته زي ما هو، والثاني حطيت المتغير تحت المتغير اللي هو B تحت B والC تحت C والA تحت الA. طيب بعد كده اجمع بقى جمع عادي. 3 زائد 5 8B 2A زائد A شاطر 3A. بعد كده 3C زائد C ممتاز 4C يا باشمهندس. وده الناتج بتاعها. يبقى كده خدنا ازاي نجمعه مقدار جبري مع مقدار جبري. عندنا طريقتين. اول حاجه الطريقه الافقيه بحط الارقام في ريح بعض واجمعها. طيب عندنا الطريقه الراسيه احطهم تحت بعض واجمع. لو ما بتش فاهم درس الاعداد الصحيحه مش هتعرف تجمع، لازم بقى تروح تراجع على درس الاعداد الصحيحه يا باشمهندس. هناخد الحته ديت. المعكوس الجمعي. يعني ايه معكوس جمعي يا باشمهندس؟ بغير الاشاره. معكوس جمعي بغير الاشاره. طيب قال لك المعكوس الجمعي للمقدار لازم المقدار ومعكوسه الجمعي تجمعهم يدوك صفر. طيب 3A المعكوس الجمعي بتغير اشارات كل المقدار، بتغير اشارات كل المقدار. يبقى المعكوس الجمعي بتاع 3A سالب 3A.
5 ب يبقى سالب 5 ب، سالب 3 هيبقى شاطر، زائد 3. ليه؟ بحيث تجمعهم يدوك ممتاز، يدوك صفر. يبقى المقدار الجبري ومعكوسه لازم تجمعهم يدوك صفر يا باشمهندس. يلا بينا بقى ناخدوا الطرح، احنا كده خدنا الجمع، يلا بقى ناخدوا بقى ايه طرح المقدار الجبري مع بعض. يلا يا باشمهندس بعد كده ناخدوا الطرح مع بعض. طرح المقادير الجبريه عندنا طريقتين، الجمع كان طريقتين وايه؟ طريقه افقيه وطريقه راسيه. طب ما الطرح نفس الحوار، طريقه افقيه وطريقه راسيه. يلا يا باشمهندس نشوف هنعمل ايه في الطريقه الافقيه ونعمل ايه في الطريقه الراسيه. قدامك مثال هيقول لك 2 واي ناقص زد زائد 7 اكس مطروح منه 5 اكس ناقص 3 واي زائد 2 زد. بالطريقه الافقيه يا باشمهندس اجي كاتب المقدار الاولاني 2 واي ناقص زد زائد 7 اكس، واجي عامل ناقص وحاطط الثاني جوه قوس وحاطط الثاني جوه قوس. هتعرف ليه دلوقتي. وحاطط المقدار الجبري ادي 5 اكس بنفس اشاراته ناقص 3 واي زائد 2 زد يا باشمهندس. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ ركز معايا. 2 واي ناقص 3 واي، ناقص يبقى ممتاز يبقى موجب، يبقى ناقص يبقى ممتاز يبقى موجب. عشان كده ده في ناقص هنا وده ناقص جوه، يبقى 2 واي ناقص 3 واي يبقى 5 واي. ليه؟ 2 ناقص يبقى زائد 3 يبقى 2 زائد 3 5. طيب ناقص زد ناقص وفي زائد 2 زد، يبقى ناقص زد يا باشمهندس يعني سالب 1، ودخل لي السالب ده جوه هتبقى شاطر، سالب 2 زد يبقى سالب 1 وسالب 2 ممتاز سالب 3 زد. طيب 7 اكس ناقص 5 اكس هتدينا ممتاز 2 اكس يا باشمهندس. دي الطريقه الافقيه. طيب الطريقه الراسيه هاجي عامل 2 واي ناقص زد زائد 7 اكس ناقص 5 اكس ناقص 3 واي زائد 2 زد. طيب هاجي طارح ازاي يا باشمهندس؟ في طريقه ثانيه بقى، تدخل السالب ده هنا كده وبعد كده تجمع. يبقى تدخل السالب هنا وبعد كده يا باشمهندس تعمل ايه؟ شاطر تجمع. طيب تعالى ندخله السالب، هتبقى سالب 5 زائد 3 واي سالب 2 زد، ودي 2 واي ناقص زد زائد 7 اكس. طيب يلا يا باشمهندس بعد كده اجمع بقى 2 واي و3 واي شاطر 5 واي. طيب سالب زد وسالب 2 زد يبقى شاطر سالب 3 زد. طيب موجب 7 اكس وسالب 5 اكس هتدينا زائد 2 اكس يا باشمهندس. يبقى هنا ممكن في طريقه ثانيه، تدخل السالب سالب 5 بعد كده تبقى كام؟ زائد 3 سالب 2 زد وتجمع. ونفس الحوار في الطريقه الراسيه، بتدخل السالب على القوس اللي هو المطروح منه وبعد كده يا باشمهندس بتطرح. شاطر. طب تعالى ناخد المثال ده. بقول لك اشترى تاجر بضاعه بمبلغ قدره كده 5 a زائد b ناقص 30 ثم باعها ب 6 b ناقص 2 b ب5. اكتب مقدارا جبريا يعبر عن مكسب التاجر. يعني انت معاك بضاعه ب5 جنيه وبعتها ب10 يبقى كسبت قد ايه؟ طرحت ال10 من ال5 يبقى كسبت 5. طيب نفس الحوار، هو مديك تاجر كان معاه بضاعه بمقدار كذا وباعها بمقدار كذا، يبقى المكسب طرحهم يا باشمهندس. طيب يبقى المقدار هنكتبه الثاني 6a زائد 2b زائد 5 ناقص يا باشمهندس 5a زائد b ناقص 30. طيب انا قلت لك هتعمل ايه؟ هتدخل السالب ده جوه وتعمل زائد. طيب يلا تبقى سالب a حط هنا زائد وبعد كده هتبقى سالب b والسالب هتبقى موجب. السالب بيبقى موجب والموجب بيبقى سالب لما تدخل عليه السالب. وبعد كده يا باشمهندس هتجمع جمع عادي 6a وسالب 5a هتبقى ايه؟ 6 ناقص 5. طيب 2 ناقص 1 زائد b. طيب 5 زائد 30 شاطر يبقى 35. بيقول لك ثم احسب القيمه العدديه اذا كانت a ب1000 وb ب100. يعني شيل كل a وحط 1000 وشيل كل b وحط 100. طيب ادي a هيبقى 1000 زائد b ب100 زائد يا باشمهندس 35 يبقى 1000. الاجابه تبقى 1135 جنيه. يبقى الراجل كسب
1135 جنيه يا باشمهندس. الحمد لله كده خلصنا حصتنا، انتظر باذن الله حل كتاب المعاصر. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.